رواية احتلال الأرض قصة الأبطال الأربعة. تأليف عمر تامر يوسف حسن. هذه قصة من وحي خيال المؤلف، لا تمثل الواقع بشيء. أبطال القصة: عمر تامر، يوسف محمد، زياد وليد، محمد خالد. الفصل الأول: بداية الغزو. كان يوما عاديا في مدينة الإسكندرية، لكن فجأة ظهرت أضواء غريبة في السماء. مروحيات الجيش وسيارات الشرطة بدأت تتحرك بسرعة نحو الميناء، حيث هبطت أول مركبة فضائية. عمر ويوسف ومحمد وزياد كانوا مجتمعين في شقة عمر، يراقبون الأخبار على التلفاز. لقد وصلت قوات فضائية مجهولة إلى كوكب الأرض. جميع المواطنين يطلب منهم الالتزام بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. عمر نظر لأصدقائه وقال: عمر، مش كفاية نقعد كده، لازم نعرف هم عايزين إيه وإزاي نوقفهم. يوسف: بس إحنا شباب صغيرين، إزاي هنواجههم؟ محمد: مش لازم نكون في الصفوف الأمامية مع جيش، نقدر نشتغل في التخطيط والمراقبة. زياد: صح، لازم نكون أذكى منهم. قرر الأصدقاء الخروج في مهمة استطلاع سرية. ارتدوا ملابس سوداء وأخذوا أجهزة اتصال، وخططوا للتحرك نحو المنطقة التي هبطت فيها المركبة. في نفس الوقت الجيش والشرطة كانوا في مواجهة مباشرة مع الفضائيين. كانت المعركة عنيفة. الجيش يحاول استخدام الدبابات والطائرات لمواجهة المخلوقات. الشرطة تحاول حماية المدنيين وتنسيق الإخلاء، لكنها تجد نفسها محاصرة من قوة الفضائيين الغريبة. عمر وأصدقائه شاهدوا كل هذا من بعيد عبر تلسكوب محمول. عمر: شايفين؟ ده معركة كبيرة، احنا دورنا نكون الذكاء ونجمع المعلومات، مش القتال المباشر. بينما كانوا يراقبون، لاحظوا أن الفضائيين لديهم نقاط ضعف. جهاز طاقة صغير على ظهورهم يلمع باللون الأزرق. يوسف: لو قدرنا نوصل لأجهزة الطاقة دي ممكن نضعفهم. محمد: يبقى لازم خطة محكمة ونستنى الفرصة المناسبة. الفصل الثاني: الخطة الأولى. بعد ليلة من المراقبة، اجتمع عمر، يوسف، محمد وزياد في شقة عمر لوضع خطتهم. محمد: اسمعوا يا جماعة، اللي شفناه امبارح بيورينا إن الفضائيين عندهم نقاط ضعف في أجهزة الطاقة اللي على ظهورهم. لو قدرنا نضربها نقدر نضعفهم بشكل كبير. عمر: تمام، بس احنا مش عايزين ندخل المعركة مباشرة، يبقى الخطة لازم تكون ذكية. محمد: بالضبط، أنا جهزت خطة سرية. احنا هنتسلل بالليل ونتجنب المعركة المباشرة. زي ما انتوا شايفين، الجيش والشرطة مش قادرين يوقفوهم لوحدهم، احنا لازم نعمل دور المراقبة والضرب من الداخل. يوسف: طب خطة ايه بالظبط؟ محمد: هنقسم الفريق، انا هروح ادرس تحركات الفضائيين عن قرب، وانتوا الثلاثة هتراقبوا من بعيد وتجمعوا المعلومات. لو ظهر فرصة لقطع جهاز الطاقة هنفذ الضربة. زياد: طب لو اكتشفونا؟ محمد: لازم نكون هادئين جدا، محدش يصرخ أو يحاول القتال. المهم نتجنب المواجهة المباشرة. مع حلول الليل بدأ الفريق مهمتهم. محمد تسلل بحذر نحو المركبة الفضائية، مستخدما الظلال لتجنب الرادارات. عمر ويوسف وزياد كانوا يراقبون من شرفة عالية، مسلحين بالتلسكوب وأجهزة اتصال صغيرة. محمد لاحظ أن الفضائيين يتحركون بشكل منظم، لكن جهاز الطاقة كان يلمع أحيانا باللون الأزرق. محمد بصوت منخفض: شايفين الجهاز اللي على ظهر واحد منهم؟ لو قدرنا نضربه الفضائي ده هيضعف. عمر: تمام، استنى الفرصة، احنا جاهزين. يوسف: انتباه، في أحد الفضائيين قرب منك. محمد: لا تقلقوا، أنا مستعد دلوقتي. بضربة دقيقة على الجهاز الأزرق بدأ الفضائي يتراجع ويصبح ضعيفا، مما أعطى الفريق شعورا بالنجاح لأول مرة. محمد: تمام، نجحنا في أول مهمة، لكن ده مجرد بداية. الفضائيين عندهم قوات أكبر والباقي مش هيكون سهل. الفصل الثالث: المعركة الكبرى مع شروق الشمس. اجتمع عمر، يوسف، محمد وزياد في غرفة عمر مرة ثانية. محمد: اللي حصل امبارح كان مجرد تجربة، دلوقتي هنحاول المهمة الكبيرة. عمر: تمام، أنا مستعد، بس لازم نكون حذرين. الجيش والشرطة مش قادرين على الفضائيين لوحدهم. يوسف: أنا خايف شوية، الفضائيين أقوى من اللي توقعنا. محمد: مش مهم، المهم خطتنا. احنا هنراقب من بعيد ونحاول نقطع الأجهزة الحيوية للفضائيين قبل ما يدخلوا على المباني في المدينة. خرج الفريق لليل، وكانوا مزودين بأجهزة اتصال متطورة، كاميرات صغيرة ومعدات تسلل. الجيش والشرطة كانوا على الخطوط الأمامية، والمدينة كلها مليانة دمار من الغزاة. محمد بصوت منخفض: شايفين المركبة الكبيرة اللي في منتصف المدينة؟ هناك كل الفضائيين تقريبا مجتمعين. عمر:
يبقى لو قدرنا نضربهم هناك نضعفهم بشكل كبير. ابتدأ الفريق المهمة، لكن أول ما اقترابه من المركبة بدأ الفضائيون يلاحظون تحركاتهم. أجهزة الطاقة على ظهور الفضائيين أضاءت باللون الأحمر. يوسف: محمد، هم شافونا. محمد: ابقوا هادئين، لا تتحركوا كتير، أنا هحاول أقطع جهاز الطاقة ده. محمد تسلل، لكن فجأة أحد الفضائيين التفت نحوه بسرعة رهيبة وأطلق شعاع طاقة. محمد كانت هتصيبه، لكنه يتراجع بسرعة. عمر: لا، المهمة فشلت، نرجع بسرعة. زياد: مش هينفع نرجع من غير ما نغطي بعض. في الوقت نفسه الجيش والشرطة بدأوا يهاجمون الفضائيين مباشرة. أصوات الانفجارات والرصاص كانت في كل مكان. عمر وأصحابه حاولوا تقديم المساعدة من بعيد، لكن الفضائيين كانوا أسرع وأكثر قوة. محمد: لازم نستعمل خطة الطوارئ. عمر: إيه خطة الطوارئ؟ محمد: ننسحب مؤقتا ونراقب تحركاتهم لليل القادم، لازم نكون أذكى من كده. رغم محاولتهم، المركبة الفضائية تحركت بسرعة، وفضائيون آخرون بدأوا يهاجمون المدنيين. عمر وأصحابه شعروا بالعجز لأول مرة. يوسف بحزن: أنا حاسس إني فاشل، كنا ممكن نساعد أكتر. محمد: مش غلطكم، الفضائيين أقوى من أي توقعاتنا، لكن ده مجرد البداية، لازم نخطط أحسن المرة الجاية. الفشل أثر عليهم نفسيا، لكنهم تعلموا درسا مهما: الاعتماد على الذكاء والتخطيط أهم من المواجهة المباشرة. مع عودة الفجر، الفريق رجع للمدينة. الجيش والشرطة استمروا في القتال، لكن عمر وأصحابه عرفوا أنهم لن يستطيعوا إنقاذ كل شيء بالقوة فقط. عمر: المرة الجاية هنكون مستعدين أكتر، لازم نعرف كل نقاط ضعفهم. محمد: أيوة، هنجمع معلومات أكتر ونكون أذكى، ده مش نهاية القصة. الفصل الثالث انتهى وهم واقفين على سطح مبنى يراقبون المدينة المدمرة، والفضائيون مستمرون في غزو الأرض. الفصل الرابع: المعركة الكبرى وتوحد جيوش العالم. بعد فشل مهمتهم الأولى، اجتمع عمر، يوسف، محمد وزياد في قاعدة سرية جديدة مجهزة بالمعدات الحديثة. محمد: المرة دي مش هنتعامل لوحدنا، جيوش العالم كلها اتحدت ضد الفضائيين. يوسف: يعني هنشوف كل الجيوش الأمريكي، الروسي، الصيني، الأوروبيين، كلهم في ساحة واحدة؟ زياد: أيوة، والمعركة دي هي الأكبر في تاريخ الأرض كله. في الوقت نفسه، الفضائيون بدأوا يهاجمون المدن الكبرى، وسقوط المباني مستمر. الطائرات الحربية والدبابات والجيش من جميع الدول دخلوا المعركة. عمر: لازم نساعد الجيش من خلف الخطوط، احنا هنواصل على المراقبة وتجهيز الكمائن وتعطيل مركباتهم. محمد: تمام، أنا هتسلق الجهة الشمالية من المركبة العملاقة وأقطع أجهزة الطاقة. انطلقت المعركة، أصوات الانفجارات والرصاص والطائرات في كل مكان. الفضائيون أرسلوا أساطيل من الطائرات العملاقة والمركبات الأرضية الضخمة. زياد: شفتوا المركبة العملاقة اللي فوق المدينة؟ لو قدرنا نضربها دلوقتي نضعفهم بشكل كبير. يوسف: أنا هراقب وأدلكم على نقاط الضعف. محمد بدأ مهمته الجريئة، تسلل وسط المعركة الضخمة وتمكن من تعطيل جزء من أجهزة الطاقة للمركبة العملاقة. الفضائيون اندهشوا من الهجوم المفاجئ، والجيش استغل هذا الضعف للهجوم المباشر. عمر: شوفوا، الفضائيين بدأوا ينهزموا، لازم نضغط أكتر. يوسف: أنا معاك، خلي كل فريق يركز على نقطة ضعف. المعركة كانت شرسة، جيوش العالم تقاتل مباشرة، والطائرات والمدرعات تشن هجوما شاملا، بينما عمر وأصحابه يقومون بمهام التفجيرات والتخريب للفضائيين من خلف الخطوط. لكن الفضائيين لم يستسلموا، فأرسلوا وحوشا ضخمة جديدة وأسطولا من الطائرات السريعة. محمد: لازم نكمل، لو وقفنا دلوقتي الأرض كلها هتوقع في أيديهم. عمر: تمام، إحنا مع بعض، حتى لو العالم كله اتحد، إحنا جزء صغير بس مهم جدا. بعد ساعات من القتال، وبفضل تنسيق الجيوش حول العالم ومهارات عمر وأصحابه، تمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة بالفضائيين، ودمرت معظم المركبات العملاقة. يوسف: شوفوا، الفضائيين بدأوا ينسحبوا. زياد: ده انتصار جزئي، بس الأرض لسه فيها دمار كتير. رغم الانتصار، الفريق عرف أن الحرب لم تنتهي بعد، وأن الفضائيين سيعودون أقوى. لكن توحد جيوش العالم أعطى البشر فرصة للبقاء، وعمر وأصحابه اكتسبوا خبرة كبيرة وبدأوا في التخطيط للمرحلة القادمة من الحرب. الفصل الخامس: نهاية المعركة. بعد الانتصار الجزئي في المعركة الكبرى، بدأت الأرض تتعافى تدريجيا من الدمار.
ولكن آثار الحرب كانت واضحة في كل مدينة. جيوش العالم تعاونت لإعادة الإعمار، وعمر وأصدقاؤه شعروا بالفخر لمساهمتهم رغم الصعوبات الكبيرة. عمر: الحمد لله، قدرنا نوقفهم، لكن لازم نكون مستعدين لأي هجوم جديد. يوسف: أيوة، لازم كل مدينة تكون محمية وأجهزة الرصد تكون جاهزة. محمد: وأنا كمان هفضل أتابع المركبات الفضائية من خلف الخطوط، مش هسيبهم يرجعوا يهددونا تاني. زياد: إحنا فريق واحد، وسنكون دائما موجودين لما الأرض تحتاجنا. رغم كل الانتصارات، الأرض لم تعد كما كانت قبل الهجوم. السكان تعلموا الاعتماد على بعضهم البعض، وتكاتفوا مع الجيش والشرطة لمواجهة أي تهديد مستقبلي. وفي المشهد الأخير، بينما كانت السماء صافية بعد المعركة، ظهر زوج من الكائنات الفضائية يراقبان كوكب الأرض من مركبة ضخمة تحلق في المدار. الكائن الأول: البشر أقوياء، لكن لا يزال لديهم الكثير ليتعلموه. الكائن الثاني: نعم، هذه المرة لم نتمكن من السيطرة، لكن سنراقبهم. الأرض قد تصبح يوما تهديدا جديدا لنا. الخاتمة: مرت الأيام، وعمر وأصدقاؤه شعروا بفخر كبير بما أنجزوه في الدفاع عن الأرض. المدن بدأت تعود للحياة تدريجيا، والناس تعلموا التعاون والوحدة. على الرغم من النصر، لم يختفي الشعور بالتهديد نهائيا، فالكائنات الفضائية لا تزال تراقب الأرض من بعيد، وكأنهم يترقبون اللحظة المناسبة للعودة. أما البشر فقد أصبحوا أقوى وأكثر استعدادا، مع أبطال مثل عمر ويوسف ومحمد وزياد، الذين لن يترددوا لحظة واحدة في حماية كوكبهم. وهكذا انتهت حرب الأرض الكبرى، لكنها تركت رسالة واضحة: الوحدة، الشجاعة والصمود هي ما يحمي العالم من أي تهديد، مهما كان مصدره.